طبعا. طب خليني اسالك، يعني خلاص احنا بنفنش السفر لبره، تمام، خصوصا الامارات. مم. بما انك انت قعدت في الامارات، تنصح الناس ان هي تسافر الامارات ولا لا؟ وليه؟ اه او لا وليه؟ السؤال ده صعب. اه. واحد زميلنا الله يمسيه بالخير، وانا اعتقد انه مش هيتضايق حتى ان انا اذكر القصه دي. بس عشان بس الناس تستفيد. يعني انا بصراحه ما بحبش اذكر حاجه اتقالت لي من حد قبل كده، بس ما احنا ما النقطه دي نعرفش مهمه. الشخص عادي مش يتكلم مهم، يعني. لا لا اه لا، اه. طبعا الامانه برضه. بس انا هو كلمني، وكنت انا رحت بقالي سنه افتكر، وانا قلت له ما تجيش الا لو كنت في حاجه واضحه. تيجي على لان انا الشغل. جيت كده. تيجي على الشغل. انا جيت كده. انا رحت الامارات بشغل واضح. ده انا بالعكس كان مثلا، انا فعلا كان قدامي 3 فرص في الوقت اللي انا كنت رايح فيه. ومع ذلك عانيت. ومع ذلك عانيت طبعا، طبعا، اه، طبعا عانيت. معاناة. طبعا عانيت. المعاناه النفسيه في الغربه زي ما الناس بتقولها، بتبقى بصراحه صعبه قوي، صعبه اه. قوي، خصوصا لو حصل لك دروب. فلو هتسافر، وللاسف الموقف ده اتكرر كذا مره بعد كده، امم. تمام، مع كذا حد يعني. ايوه. ما حدش يسافر في حته الا لما يكون في شيء واضح. تمام. فكره ان احنا نسافر وندور، فكره ان الناس تفهم ان انت جاي، الشغل ده لو ما اشتغلتوش خلاص انت، م- الفلوس اللي معاك هتقضيك قد ايه. فالناس هتبدا تبتزك ماديا. انت كان المفروض تاخد 1000، لا هديك 500. 500. انت مش لاقي بقى. وهناك بقى السوق اكتر من كده، اشد مننا طبعا، طبعا. بكتير. وعندك الجنسيات، الجنسيه الهنديه باكستانيين بقى والباكستانيه. بيكلموا صيني وانجليش بيكلموا وعربي صيني. اه، واردو، اه، اه. وبيطيروا في الفضاء حرفيا. ده غير ان هم وبياخد عندهم 500 ميزه جنيه كمان، عندهم ميزه تانية بصراحه. عندك حق، عندك حق. بياخدوا فعلا. لا، بياخدوا هناك مرتبات المنافسة اقل، على فكرة بياخدوا في أماكن مرتبات اقل. بسبب الجنسيات دي صعبة جدا. صح، صح، بسبب فرق العملة طبعا. وكمان هم عندهم ميزة تانية مش عندنا. انت بتتكلم ان كل العمال في كل الشركات من الجنسيتين دول. بالظبط. هيعرف يدير له المكان كمان. احسن منك بكتير. تمام. بس احنا الحمد لله ان احنا عندنا، احنا طبعا الصيني بتاعنا، انا شايف ان احنا الصيني بتاعنا، يعني بعد الصين والكام دولة اللي حوالين الصين دول، احنا لازم احسن ناس بتتكلم صيني في العالم مم. المصريين. احسن ناس بتتكلم صيني في العالم بعد وانت. اليابان وكوريا وكده. فاحنا طبعا لما بنروح ان كان دبي او اي دولة تانية، احنا بنقدم قيمة عالية قوي. بس لازم تروح على حاجة واضحة. طب انا دلوقتي لو عايز اسافر خلاص، ايه الافضل؟ مصر، سوري، السعودية. ايه الافضل، السعودية ولا الامارات ولا الصين؟ بما ان هم دول اكتر 3 دول. اوه، اوه. انا دخول دلوقتي الصين قررت ان انا هتغرب، هشتغل بره. امم ادور فين؟ بصراحة دخول الصين في المعادلة دي بالنسبة لي اه، بيخليها بيأثر صعبة عليا. شوية، لأن أنا بحب الصين، أنا بحب الحياة في الصين بصراحة. بس خلينا نرتبها مثلا من حيث الفلوس ومن حيث جودة الحياة. حلو. تمام. من حيث الفلوس، فدبي في المركز الأول، مم. السعودية في المركز الثاني، والصين في المركز الثالث. تمام. ماشي، من حيث الدخل المادي. من حيث الدخل المادي. من حيث جودة الحياة بصراحة طبعا، انا يمكن بميل للصين اكتر. بس بصراحه الصين ودبي بتقدم لك قيمه مماثله. يمكن الصين بيبقى فيها اماكن طبعا متنوعه جغرافيا اكتر بس الصين ومريحه فيها اكتر. حياة. طبعا. دبي فيها حياة. بصراحه ليها، هي اسمها ايه، فيها حياه، نوع بس من الحياة. بس فيها الحياه اللي بتاعت دبي. اه. بتاعت دبي. بقى خلي بالك، ما هي بتاعت اه. دبي دي مش مناسبة قوي لحد متغرب ممكن. يعمل فلوس، عشان يعني نبقى واضحين مع ممكن، الناس. يعني حاجه كده، حاجه كده.